لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1005 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيما وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهوادان اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. برخوش يستعو كلواني رابدوش كم يقل خدمة دوات بيروزة دابوين دفرم يا أيها الذين آمنوا إيكم البرواداران زوريك لا أحبار الرهبان كان زولكو ديانان ماغلي خلشي دخون بنا حقو وهروها خلشي لا ددن لريقاي الله تعالى وأوانيك وزير زيو كودكنو ناي بخشن لبناي الله فبشرهم بعذاب أليم. مجدان بيد بعذابيشي بآزار. وكل تفسير محرر ضل يا أيها المؤمنون أيكم لبروادان إن كثيرا من علماء اليهود وعباد النصارى زوريك لزانا كان زولكو عابد كان نصراني كان يتملكون أموال الناس بغير حق. زوريك لوان دز بسر ملشي خلشي دادقرن بنا حق. فاحذروا التشبه بعلماء السوء والعباد الضالين ولا تكونوا مثلهم. دي آقادار بن خوتم متسوينن بكسانك وكزاناياني خرابكاري زولكو وهروها عابدة قمراكاني نصرانيان أو كارمكن ولا تكونوا مثلهم وكو أوان مبن. ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحكمه. وكل تفسير قاسم دل أي عن دين الإسلام وحكمه وتأوان خلشي منع دكن لدين إسلام الحكم الله تعالى واتباع الدلائل وهو خلشي منع دكن لا شوين كوتني بلغاراس تدروس دكان قرآن والسنة إلى ما يهوون. خلشي منع دكن لكتاب خواي قورة لبلغ كان كتاب خواي قورة برو تشين دريان دبن برو أو حالته برو أو أحكام كبخوان بيان خوشا أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما افتروه وحرفوه. واتا خلشي لاددا لو مسلك لو منهزك ولا التوراة والإنجيل هاتيا برو أويك بخوان افترايان كرديو أويك بخوان تحريف يعني كرديو لكتاب خواي قورا. وكل تفسير محرد الله أي ويعرض أولئك الأحبار والرهبان عن اتباع الحق. كواتا أو أحبار رهبانانا سدكا بخوان اتباع حقناكن بدوي حق دا نار ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام. وخلشج منع دكن لو كوابيننا دين إسلام. لتفسير السعدي ضل هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين. كاتو أقادار كرنبيا لأن الله تعالى ولبوب بند إيمان داركاني عن كثير من الأحبار والرهبان لزورق لأحبار الرهبان كان العلماء والعباد علماء زولكو عابد كان نصراني الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. أوانيكوا مالي خلشي دخون بنا حق أي بغير حق بنا حق دخون ويصدون عن سبيل الله وخلشيش منع دكن لرجاء الله تعالى. فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس يترأوان أجر راتبوا معاش شان هبيلة مالي خلشي أو بذل الناس لهم من أموالهم أو يعني وتخلشي بخوي لمالي خوي بيان بدا فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم. إتركاتك وراتبيش يعني بيدري يعني خلق بخوي ديان داتي
لەبەر چی دەیانداتێ لەبەر علمیان لەبەر عیبادەتیان یان لأجل هداهم وهدايتهم وهروها لبناوي أويكوا أو هداية علمان فيه وخلشي فيه هداية ددن وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل بلام أوان كاتك أو معاشة وردقرن أو باري وردقرن لبو أويكوا نك هداية خلشي بدن وغرين من خلشي بكن بل كتاوكو منع خلشي بكن لا رجاء الله تعالى فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما ئیتر ئەو پارێکە وەردەگرن کاتێکەوە ئەوجا بە عەکسی کاری خۆیان هەڵدەستن ئەوە کەواتە ئەو پارێش بە حەرام و بە زوڵم وەردەگرن فإن الناس ما بذل لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم خەڵکی کە پارەیان پێددا یان مەعاشەشیان پێدەدرێت لە بۆ ئەوەیەکەوە خەڵکی ڕێنمونی بکەن لە بۆ سیراتی مستەقیم لە بۆ ڕێگا ڕاستکە بەڵام ئەوان بەعەکسەوە سەر لە خەڵکی دەشێوێنن ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق وهروها أوان مالي خلشي دخون بنا حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله يعني أوتا مال باريان ددريتي تاكو فتوى بدن حكم بدن بغير ما أنزل الله فهؤلاء الأحبار والرهبان لا يحذر منهم هاتان الحالتان كوات أحبار رهبان كان خی گەورە سبحانه وتعالى لەو دوو حاڵەتە حەزەرمان دەکات و ئاگادارمان دەکاتەوە چی دەکەنەوانە ئەخذهم لأموال الناس بغير حق کەواتە ماڵی خەڵکی بەنا حەق دەخۆن وصدهم الناس عن سبيل الله لە هەمان کاتدا خەڵکیش مەنع دەکەن لە سەبیلی الله تعالى و لە ڕێگای خوا اینجا لە تەفسیری قاسمی دەڵێت ثم أشار إلى سبب ذلك سببی چی ئەوانە وا دەکەن هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله ئەوەی کەوان والێ دەکا بکەن ئەوەیە کەوا ماڵیان زۆر خۆش دەوێ و کۆکردنەوەی ئەو ماڵەیان لا مهمترە لە فەرمانی الله تعالى وتناسيهم وعيده في الكنز لە کاتێکدا لە بیریان چووە کە لەسەر کۆکردنەوەی زێڕ و زی و نەبەخشین لە پێناوی خی گەورە خی گەورە چ هەڕەشەیەک دەکا لێ دەفەرمێ والذين يكنزون الذهب والفضة يكنزون وكل تفسير محرر أي يجمعون أو أن الزير زيو كود كنوا والكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه كنز أو كوا مال لسريك تري دابنيو هو دي بباريزي وكل ما لم تؤدي زكاته فهو كنز كتر هر مالك زكاتي ندي أو كنزو أو شار نويك خواي يقول لي أو وعيدها رشيد سد فرمي والذين يكنزون الذهب والفضة أواني كوا زێڕ و زی و کەنز دەکەن و کۆی دەکەنەوە دەی پارێزن ولا ينفقونها في سبيل الله لە پێناوی الله تعالى نایبەخشن ئەی الذي هو الزكاة زكاتي لێ نادەن کە الله تعالى فەرمای پێکردێ وەکو لە تەفسیری سعدیش دەڵێ ولا ينفقونها في سبيل الله أي طرق الخير الموصلة إلى الله واتە لەو ڕێگا خەیرانە نایبەخشن کەوا بە الله تعالى دەگەینی و ئەزر پاداشان پێ دەبەخشرێ لو رجعناي بخشن وهذا هو الكنز المحرم إثر أو كوكر نويتشي حرامة كخواي يقول حرام كد أن يمسكها عن النفقة الواجبة أو كوا هر كوي بكاتوا لو نفقي كواجبة لسري ناي بخشي كأن يمنع منها الزكاة يعني سنفقي واجب وكوي كوا منع زكاة دكا أو النفقات الواجبة يعني أو نفقي كلسري تي بيان ببخشي ومصروفيان لبكا لا خێزانی و لە منداڵەکانی یاخود ئەوەی کەوا لە پێناوی خوا غەیری زەکاتیش کە پێویستە ببەخشرێ نایبەخشی ئەوە ئەو ئاەتە دەیگریتەوە وەکو ئیمامی قورتوبیش دەڵێ إن قيل من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله كواتە ئەگەر بگوترێ کەسێک کۆ بکە ئەگەر کەسێک من لم يكنز کۆ نەکاتەوە ولم ينفق في سبيل الله لە پێناوی خواش نەیدا وأنفق في المعاصي كواتا زيرو زيوي هي بارو بولي هي كوينا كاتوا لبينا خواجنا باش بلكو وأنفق في المعاصي لمعصيته للتوان بصرف ذكاء هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله كواتا كسك كوينا كاتوا لبينا خواجنا باش بلكو لمقابل دا لبو معصيته جناه تاوان دا باش أيش حكمي لو هرشي وكو حكمي أو كسيكوا كودكاتو لبين إخوانا يبخشي قيل له إن ذلك أشد اللي والله مدادلين ناخر أو تنتري شواعيد هرش بران بريء فإن من بذر ماله في المعاصي
ئەو کەسێک کەوا ماڵی خۆی لە مەعسیەت سەرف دەکا عەسا من جیهەتەین لە دوو لایەن گوناحبارە بالئینفاق والتەناولی بە هەم بە بەخشینەکەی و هەم بە کۆکردنەوەکەشی کەشراء الخەمر وشربها وەکو ئەوەی کەوا بچی عارەقی پێ بکڕی و بیخوا کەواتە ئەو کەسێک کەوا ماڵەکەی سەرف دەکا لە مەعسیەت دەڵێ لە دوو لایەن گوناحبارە بالئینفاق والتەناول بۆی کەوا سەرفی دەکا لە کڕینی حەرام وەوەی کەوا کە حەرامەکەش بەکار دەین و دەیخوا وەکوەی کەوا عارەقی پێ دەکڕی کڕینەکەی گوناهێکە وخواردنەوەکەشی گوناهێکە بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدى بەڵکو لە چەندین لایەن ئەگەر معسیەتێکەوە لە بۆ غەیری خۆشی تاوانەکەی دەڕۆ کەمن ئەعان على ظلم مسلم وەکو کەسێک یارمەتی کەسێک بدا لە بۆی کەوا زوڵم لە مسلمانێک بکە من قتلی ئەو ئەخذی مالیه یارمەتی زاڵمێک بدا بچی تعدا لە مسلمانێک بکە بۆی کەوا بیکوژیان ماڵی ببە والكانز عصا من جهتين ئەوەی کەوا کۆ دەکاتەوە نایبەخش لە پێناوی خوای گەورە لە دوو جیهەت گوناهی کردیە وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير ئەوەی کەوا کەنزی کردیە و نایبەخشی لە دوو جیهەت گوناحبارە بۆی کەوا کۆی کردیتەوە حبسی کردیە وهرا زکاتشی نادا وقد لا يراعى حبس المال ئیتر ئەوەش لەوانەشە هەیە کە حساب لەوەش ناکە کەوا حبسی مالی دەکاتن بە هەر حاڵ والله أعلم وەکو دەڵێتن ئەوەی کەوا سەرفی دەکا لە گوناه و تاوان واتە نەکۆی دەکات و نەدەیبەخشی لە پێناوی خوای گەورە ئەو هەڕەشەیە دەیگێت کە لە ئاەتەکەدا هاتێ ئەدەی کەوا کۆی ناکاتەوە لە مەعسیەت سەرفی دەکا دەڵێ ئەوە لە چەندین لایەن گوناحبار واتە هەڕەشەکە لە بەرامبەر ئەوان زیاتریشە خوا پەنامان بدە فبەشیرهم بعذاب ئەلیم ئیتر ئەوانەی کەوا دەکەن موژدەیان پێ بدە بە عەزابێکی بە ئێش و ئازار ثم فسره بقول وكل تفسير سعد الله أو عذاب بإيش وآزار كوى لآتي دواتر تفسير ذكا كذا فرمي يوم يحمى عليها في نار جهنم أو زير زيوة قرم دكري لا آقري جهنم خوا بنامان دا فتكوى بها إتر چين دريان بي دسوتين دري جباههم نيوتوانيان وجنوبهم لا تنشتيان وظهورهم پشتيان اینجا پێیان دەگوترێ هذا ما كنزتم لأنفسكم ئەوەیە کەوا ئەنگۆ لە بۆ خۆتان خڕتان کردبووە دەی بیچێژن فذوقوا ما كنتم تكنزون بیچێژن ئەو ماڵی کە لە بۆ خۆتان کۆتان کردبووە وەکو لە تەفسیر قاسمی دەڵێ يوم يحمى عليها أي يوقد عليها واتە گڕ دەدرێ لەسەر ئاگر يوم يحمى عليها أي على أموالهم واتە ئەو ماڵانەیان ئەو زێڕ و زیوە گەرم دەکرێ بە ئاگری جەهەنەم في نار جهنم وەکو لە سعید دەڵێ فيحمى كل دينار أو درهم على حدته خوا پەنامەندە هەر دینار و درهەمێک بەجیا سۆر دەکرێتەوە و گەرم دەکرێ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم کەواتە نێوچەوان و لاتەنیشت و پشتیان پێ دەسووتێندرێ وەکو لە تەفسیری سعد دەڵێ في يوم القيامة لە ڕۆژ قیامەتدا كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة لە ڕۆژێکدا کەوا مقداری ئەو ڕۆژە 50,000 ساڵە ويقال لهم توبيخا ولوما ئەوجا پێیان دەگوترێتن وەکو سەرزەنشکردن لەگەڵ عەزابەکەی هذا ما كنزتم لأنفسكم وكل لقاسم دل أي ويقال لهم ضمن إلى ما هم فيه هذا ما كنزتم لقال أو عذابك كبيان دتشجري أو زبيشيان دقوتري هذا ما كنزتم لأنفسكم أي لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبها أو كوا كوتا ذكروا الدنيا لبوي لذتي لول بقرن استوى بيس زاد درين فذوقوا ما كنتم تكنزون أي وباله دي وبال نتيجي أو كنزي خوتان بتشيجن أو إيشو آزار بتشيجن كوال الدنيا دا بخوتان كوتان ذكر وكل تفسير سعد الله فما ظلمكم ولكن ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز كالظلم اللي تانكر بلكو بخوتان ظلمتان نفس خوتان كر بوكو كرنوي مالو كوانتان دبخشي لبيناوي الله تعالى ئیتر دیارە ئەو ئاتە لەگەڵ ئاەتی پێشووتر زانایان زۆر زیاتر قسەیان لەسەر کردێ
بەڵام لەبەر تەواوبوونی کات لێرە دەوەستین بە پشتیوانی ڕەب العالەمین لەوانەی داهاتوو دێینەوە خزمەت کەمێک لە شەرحی یاخود لە تەفسیری عولەما لەبۆ ئەو دوو ئاەتە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.